السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع بداية 2026. كاين قوانين وتغييرات جداد دخلوا حيز التنفيذ. غادي نهضروا اليوم على ثلاثة د القوانين اللي هما مهمين بزاف واللي لابد أنكم تعرفوهم. أولا كاين الطيران والبيانات الخاصة بالمسافرين. جوج الضوء وتخفيض الكهرباء بسويسرا. وثالثا التأمين الصحي، شنو اللي تبدل فيه. خليكم معايا، غادي نشرح لكم بطريقة بسيطة وبالأمثلة باش نفهموا جميعا هاد التغييرات في القوانين. اولا بالنسبه للطيران، علاش الشركات اللي تشتغل في الطيران خاصها تعطي معلومات ديال المسافرين للسلطات؟ دابا شنو وقع في 2026 في سويسرا؟ سويسرا دارت قانون كيلزم شركات الطيران انها تعطي للدوله معلومات على المسافرين في الرحلات اللي داخله واللي خارجه من سويسرا. واش هادشي كيهمك انت كمسافر؟ ولكن ماشي بمعنى غادي يوقفوك في المطار ولا شي حاجه. المسافر العادي ما عنده حتى شي مشكل. علاش داروا هاد القانون وشنو الهدف منه؟ الهدف هو امني بالدرجه الاولى، باش يقدروا يكشفوا بسرعه شي حالات وجرائم خطيره. كذلك الهدف هو محاربة الجريمة والإرهاب. أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي المتعلقة بالكهرباء، الضوء غادي ينقص في 2026. شحال غادي نوفروا؟ في 2026 الثمن ديال الكهرباء غادي ينقص بمتوسط ديال 4%. شنو معناها بلغة بسيطة؟ يعني فاش غادي تجيك الفاتورة ديال الضوء غادي تلقى نقص شوية في الثمن بالمقارنة مع الفواتير السابقة. النقطة الثالثة وهي التأمين الصحي. شنو اللي تبدل فيه؟ هذا الجزء مهم بزاف، حيث أي واحد ساكن في سويسرا راه عنده التأمين الصحي الإلزامي. اللقاحات كما من قبل كان لابد حتى تسالي الفرونشيز عاد ممكن التأمين يخلص عليك. الآن التأمين غادي يساهم حتى قبل ما تكمل الفرونشيز. هاد النقطة هذه كتهم بزاف ديال الناس. فاش كتمشي مثلا دير شي لقاح، كان قبل ممكن تخلصوا كامل من جيبك حتى تكمل الفرونشيز. دابا في 2026 كاين بعض اللقاحات غادي يولي التأمين كيعاون فيها حتى إلى مازال ما وصلتيش الفرانشيز. هذه هي أهم القوانين اللي دخلت في 2026 في سويسرا. إلى موعد لاحق، نتمنى لكم أسبوع موفق وإلى اللقاء.